يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في رحلة الدفاع عن اللقب بعد التتويج بالنسخة الماضية من بطولة الدوري المصري. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري العام المصري يوم الثلاثاء القادم 19 سبتمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وانتهت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر. وقد تشهد المباراة القادمة للنادي الأهلي أول ظهور لصفقته الجديدة الفرنسي أنتوني مودست في تشكيل الفريق في أول مباراة لافتتاحية الدوري. وسيغيب محمود كهربا عن النادي الأهلي في المباراة القادمة بعد إيقافه لمدة 6 مباريات بقرار من لجنة الانضباط، كما سيغيب حسين الشحات لتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين. ويسعى النادي الأهلي لبدء موسمه في بطولة الدوري المصري بالفوز في المباراة القادمة، خاصة أنها ستكون قبل أيام قليلة من مواجهة فريق سان جورج الأثيوبي في الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.